سوق مكملات الغذائيه مليان مكملات ملهاش اي لازمه. تعال اقول لك على اشهر 3 مكملات مالهمش فعلا لازمه وبتضيع عليهم فلوسك. اول مكمل هو البي سي دبل اي، وهو عباره عن احماض امينيه، واختصارا بشكل مختصر الاحماض الامينيه دي بتكون موجوده في مصادر البروتين الحيواني. يعني من الاخر لو انت بتاخد احتياجك الكامل من البروتين في اليوم فعلا ملوش اي لازمه. تاني مكمل هو جلوتامين، الناس بتستخدمه او بيتسوق له على اساس ان هو بيساعد على الاستشفاء وكده، واللي عايز اقوله لك ان الجسم برضه بينتجه وبكميه كافيه جدا ليك، فاختصارا فعلا ملوش اي لازمه. ثالث انواع مكملات هي الفات بيرنرز او حوارق الدهون. طبعا اغلب حوارق الدهون لو جينا نشوف العنصر الاساسي فيها بيكون الكافيين. طبعا الكافيين بيزود الحرق، صح ان هو عن طريق ان هو يزود نبضات قلبك وكده فيزود معاك الحرق، ولكن بشكل مختصر لو هنيجي نشوف بقى ايه نسبه الحرق اللي هيزودها، هتلاقي حرفيا حاجات لا تذكر، لا تتعدى ال 100 200 كالوري. اغلب الابحاث اللي اتعملت، حتى انا عملت فيديو قبل كده على اليوتيوب عندي جمعت فيه الابحاث اللي اتعملت على كل المكملات وانواع حوارق الدهون دي. فلو هنتكلم عدد السعرات الزياده اللي بيحرقها دي، حاجات فعلا لا تذكر، ومش دي اللي هتفرق على في عجز السعرات الحراريه اللي انت عامله على مدار اليوم. ودايما انا بقول فايده الحوارق الدهون دي اكتر ما بتحرق دهون، انها مثلا حاجات زي الكافيين او كده بتديك باور قبل التمرين. فانا شايف لو انت هتقول ان انت هتستخدمها كبري ورك اوت، حاجه تزود الباور عندك قبل التمرين، ساعتها ماشي ممكن نتكلم. وطبعا قبل ما تشتري اي مكمل لازم تعمل البحث بتاعك بشكل كويس، وما تنساش تعمل اللايك والفولو.